بسم الله. طولنا وما سوينا بخاري. عندي هنا الدجاج وعندي قدر البخاري، عندي الجزر، عندي البصل، عندي الكمون. أدقه خشن شوي. أول شيء أضيف الزيت بقدر البخاري. طبعا معروف البخاري يحب الزيت علشان يتشوح البصل والجزر وكذلك الدجاج. أول شيء هنا بضيف الجزر. طبعا ممكن تضيفوا أول البصل ترفعوه بعدين تقلوا الجزر، ممكن تضيفوا الجزر. ناس يحب كذا وناس يحب كذا، بس ما تفرق أبدا. البصل لازم يكون مقطع شرائح، وبعد ما يذبل الجزر بهذا الشكل ارفعه على جنب. الحين اضيف البصل. نقلب البصل حتى يتغير لونه. وهنا ما شاء الله بعد ما ذبل البصل ارفع منه شيء بسيط. احط مكعبين ماجي سواء كان خضار او دجاج او ما تحبوا. اضيف نص كمية الكمون. ممكن تضيفوا زيادة بهارات مشكلة او ما تحبوا، بس نكتفي بالكمون. ما شاء الله والريحة. والحين انزل قطع الدجاج. اشوحها اول شوي قبل لا اضيف الطماطم ومعجون الطماطم. مهم جدا نشوح الدجاج علشان الدجاج يتشرب الكشنة والكمون. بسم الله ما شاء الله. الحين اضيف عصير الطماطم. هنا 3 حبات طماطم مع فصين ثوم. نص علبة معجون طماطم. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الحين أضيف الماء. وأضيف الملح حسب الحاجة. أترك الدجاج الحين يطبخ حتى يستوي. ما شاء الله تبارك الله. الحين نضيف الفلفل. نسكر القدر حتى يستوي الدجاج إن شاء الله. وعلشان تكتمل طبختنا وتكون لذيذة وحبة الرز طويلة، عندي هنا الرز 3 كوب ونص. أضيف عليهم القليل من الملح. وأهم شيء وأهم نقطة إن الماء يكون دافئ اللي بننقع فيها الرز، ما يكون الماء من الحنفية، وخاصة بالأيام الباردة. الحين اترك الرز كذا حتى يستوي الدجاج. الملح تساعد حبة الرز إنها تطول وما تتكسر وقت الطبخ. ممكن تضيفوا ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. وهنا ما شاء الله تبارك الله بعد ما استوى الدجاج أضيف الحين الرز. ما شاء الله تبارك الله. أضيف البصل وأضيف الجزر، وأكيد بضيف الزبيب. أهدي النار على خير واحسب له 20 دقيقة إن شاء الله. النار تكون هادئة عشان ما ينحرق من تحت. طبعا متبقي معي القليل من الكمون أضيفه على الوجه بهذا الشكل. المفروض كنت أضيفه قبل لا أحط الرز، بس بالعكس الحين أفضل عشان يعطي نكهة.
ما شاء الله. وبسم الله. هنا بعد ما استوى سكر النار، افتح الغطاء. يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. وهنا بسم الله نشوف حبة الرز كيف. ما شاء الله. بسم الله. شوف 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 شوف، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا ختام طبقنا اللذيذ والمميز. أتمنى تجربوا هذه الطريقة، تعطونا آراءكم.